حقيقة ما أحب أن أتكلم فيه الآن هو استكمال لهذه الخطبة أو لموضوع الخطبة أو إيضاح لبعض ما استغرق فيها أو ما استعجم فيها، وإضافة أيضا. وقلت لكم ذكروني بهذا الحديث ولشيخنا حديث مسلم، حديث أبو ذر عند مسلم، فأحسنوا إلى أهلها. كان شيخنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله، قد يعرفه بعضكم وقد لا يعرفه البعض. والشيخ إسماعيل صادق العدوي هو فقيه مصر عليه رحمة الله، ويعني أنا أعتبره آخر خطباء الجامع الأزهر الكبار، أو آخر الرجال المحترمين الذين صعدوا منبر الجامع الأزهر. كان إماما وخطيبا للجامع الأزهر. وكنا نقرأ على الشيخ صحيح البخاري، وكنا نقرأ عليه أيضا بداية المجتهد، كتاب بداية المجتهد لابن رشد في الفقه المقارن، وكنا نقرأه عليه في بيته. فبعد صلاة الظهر خرج، كان هذا في الثمانينات، أوائل الثمانينات أو أواخر السبعينات، 79 أو 80، 1979 1980 تقريبا في هذا الوقت. وكان شيخنا نصلي معه الظهر ونخرج معه، وكان يعني وهو خارج الطلبة يخرج وراءه فيمسك يد طالب يتكئ عليه، وكان يعني هنيئا للطالب الذي يعني يختاره الشيخ ليتكئ عليه. وكان الشيخ كل يعني يوم كده يختار طالب محدد، يعني مش كل طالب يعني. فكان نصيبي في هذا اليوم. فخرجنا من باب الجامع الأزهر، وأمام يعني قصر الخوري تاكس جاء وكاد أن يصدم الشيخ، تاكس هيخبط الشيخ. فنزل السواق بتاع التاكس يشتم الشيخ: انت اعمى، انت ما بتشوفش، انت. انا طبعا يعني مع الشيخ خلاص هنط في كرش السواق. نرجو الاخوه اللي على الابواب يفسحوا الطريق بس للخارجين، يعني الطريق العام، يعني نفتح الشارع يا احبابي. فالشيخ مسكني جامد كده، يعني اسكت خلاص سامعه. لقيت الشيخ بيضحك وبيقول للسواق: انت مصري؟ قال له: ايوه مصري، ما الخواجه يعني، انت ما عندكش نظر صحيح. قال له: والله لولا ان النبي الحبيب وصاني عليك لكنت موتك. الراجل طبعا السواق قال له: سيدنا النبي وصاك انت عليا؟ قال له: ايوه. قال له: علي انا؟ ايوه عليك انت. جالك في المنام ولا ايه؟ قال له: لا، ده وهو عايش وصاني عليك وهو عايش. قال له: وانت عايش من ايام النبي؟ كل الراجل كده. قال له: لا مش عايش يا سيدي من ايام النبي. والشيخ كان يهز راسه كده. قال له: عارف واحد اسمه سيدنا ابو ذر؟ قال له: اه طبعا عارف سيدنا ابو ذر الغفار، باللهجه بتاعته كده. قال له: طيب ابو ذر ده سمع النبي، والنبي وابو ذر قال له حد من تلاميذه، واحد قال له واحد، لغايه ما جالنا الكلام دلوقتي. قال له: ايه بقى يعني وصاك النبي عليا قال لك فيه؟ قال له: رواه الحديث اللي قلناه، رواه حديث مسلم: إذا ستفتح عليكم مصر فأحسنوا إلى أهلها. وعشان كده أنا سألتك: أنت من أهل مصر؟ فقلت لي أيوة. فأنا بحسن إليك عشان خاطر وصية النبي. وبعدين خلي بالك، ده النبي قال إن ليك ذمة ورحم. قال له: يعني إيه ذمة؟ قال له: يعني تقدير واحترام. الراجل وقف بهت. قال له: بقى النبي قال كل الكلام ده عليا؟ قال له: ايوه انت واهل مصر. الراجل قال له: شوف يا عم الشيخ، انا عندي 38 سنه
عمري ما ركعتها، عمري ما ركعتها، علي الطلاق، ما انا سايب ولا ركعه بعد كده عشان خاطر الحبيب صلى الله عليه وسلم. بغض النظر بقى عليه الطلاق ولا ما عليهوش الطلاق، لكن الشاهد من الموقف هكذا العلماء يعني يحتاجوا او يستخدموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يكون سببا في هدايه رجل. تخيل السواق ده بيركب معاه كم واحد كل يوم، السواق ده مش هيبطل كلام عن هذا الموقف وعن هذا الحديث وعن هذا السلوك من هذا الشيخ.